ازيكم يا شباب، معاكم سميدة في حلقه جديده من على المكنه. حلقه النهارده عجيبه شويه. انا طول عمري كنت يعني معترض شويه على مبدا ان انا اشارك حياتي الشخصيه في موضوع القناه. اكل شرب مش عارف ايه الكلام ده كله، الخروجات، عملت كذا مش عارف ايه. كانت وجهه نظري لفتره طويله، ممكن قدام ابقى اغيرها، بس يعني هي لغايه دلوقتي انا يعني معترض عليها. القناه تعليميه وريفيوهات، بس النهارده انا هكسر القاعده دي، لان الحاجه الشخصيه اللي حصلت لي ليها علاقه بحاجه مهمه بتحصل لكل البايكرز، وحاجه مهمه البايكرز كلهم لازم ياخدوا بالهم منها. من حوالي 6-7 سنين انا كان معايا سوزوكي بي كينج، وكنت ماشي على الدائريه على 260 الساعه 2 بالليل، وعملت حادثه موت. والموتوسيكل توتال لوس، وانا زحفت حوالي 120 متر، زحفت مسافه جامده. وكان ورايا واحد صاحبي، انا كنت لابس فول سيفتي وهو ما كانش لابس سيفتي. للاسف نتائج الحادثه دي اولا، يعني انا عرضت حياه صاحبي للخطر، ولو كان حصل له حاجه سيفير، حاجه جامده، انا ما كنتش هسامح نفسي بقيت عمري. انا الحمد لله طلعت سليم، كان شرخ بس ساعتها في الريست بتاعي، والموتوسيكل توتال لوس. من حوالي بقى شهر اكتشفت اثار الحادثه دي، اكتشفت ان انا ساعتها كسرت ظهري. زي ما سمعتوا كده. انا قعدت في السرير ساعتها اسبوع 10 ايام موجوع وبتاع، وظهري وجعني، بس كنت بتحمل على نفسي، وشويه بشويه ابتديت اتعود على الالم واتجنبه خالص. من شهر رحت اكشف بالصدفه. كنت مع ايسر، كان ظهره وجعه، فقلت بالمره اكشف، انا ظهري بيوجعني من فتره للتانيه اما اكشف. ففوجئت الدكتور بيقول لي انت كسرت كسر من فتره وتحملت على نفسك. فاكتشفت ان انا عندي اخر فقره فيها كسر، والكسر طبعا عشان ما تعالجش فالفقره اتزحزحت، ولازم تعمل عمليه. انا لسه دلوقتي في مرحله ان انا بشوف اذا كنت هعمل عمليه ولا هكمل كده بقى، مع ان انا اخد احتياطاتي بقى، مفيش جيم، نخف شويه من ركوب الموتوسيكلات. بس كان اول سؤال سالته للدكتور بعد ما اعمل العمليه: هرجع اركب موتوسيكلات تاني ولا لا؟ لان دي اهم حاجه في حياتي. طيب انا ليه بحكي لكم القصه دي؟ انا اسف ان انا بنكد عليكم. ما تتغرش، يعني انا غلطت. محدش بيمشي 260 على الدائري الساعه 2 بالليل، اصلا الطريق مش منور، وانا مش مايكل شوماخر يعني، ولا سوبرمان. فاللي انا عملته كان غلط، ودفعت ثمنه ساعتها في الموتوسيكل، وبدفع ثمنه دلوقتي في صحتي. فلو سمحت يعني اجري وانبسط وكل حاجه، بس اعمل الاحتياطات اللي انت المفروض تعملها. بلاش بقى 200 و300، بلاش تفرح ان انت بتقفل عداد، بلاش حد يسخنك. ربنا كريم في كل حاجه، وانا راضي بحكمه، انا غلطت واستاهل، فيا ريت ناخد بالنا. فاوفرول انا بحكي لكم عشان ما حدش يعمل ده، ما حدش يغلط غلطتي. يعني خليها ما تغلطش غلطتي، ما تخليش الغرور وان انت بتسوق وان انت فاكر نفسك ان انت خلاص انت متحكم في المكنه، وان انت خلاص ما فيش زيك، وان الطريق مكشوف، ان انت مش هتغلط. لا، انت ممكن تغلط. انت ممكن تأذي بني ادم مجرد ان هو راكب وراك او راكب في عربيه جنبك، او تأذي نفسك. بغض النظر بقى عن الخسائر الماديه، احنا عندنا مقوله بتقول اللي بيجي في الحديد، ماشي مفيش مشكله ما دام البني ادم سليم، بس هي حادثه اكتشفتها بعد 6 سنين. دي اول جزئيه. فالغرور والتهور بلاش منه. انا واحد جاي لك من هناك وبقول لك بلاش، انا اتغريت وتهورت وبقول لك بلاش. دي رقم واحد. رقم اتنين، لا قدر الله لو واحد فينا عمل حادثه، على طول يروح يكشف على عموده الفقري، لان الكسر او الشرخ والحاجات دي ممكن تحس بوجع وممكن تتحمل على نفسك وتتغافل. فالكسر والشرخ والحاجات دي ممكن تظهر بعدها بسنين، ووقتها لما هتظهر ممكن يا تلحقها يا ما تلحقهاش. لا قدر الله عملت حادثه جامده، روح اعمل فول تشيك اب، ما تسكتش على نفسك. في النهايه الحمد لله انا راضي. لسه ما اعرفش اذا كنت بقى هعمل عمليه، لان الراجل بيقول لي في مرمى كامله، يعني في مسمارين وعمودين، وبيقول لي في قفص، فلسه بستشير كذا دكتور. انتوا عارفين طبعا يعني الدكاتره في منهم الا من رحم ربي، يعني بيتعاملوا مع الموضوع لانه سبوبه. فانا لسه هشوف. دعواتكم، وربنا يستر طريقكم، وتاني بلاش الغرور في السواقه. اشوفكم الحلقه الجايه على المكنه.